بهالي ويديني وزن ليها 10، ممكن يبقى 100، ممكن يبقى 700، ممكن يبقى إلى أضعاف كثيرة حسب إخلاصي ونيتي ومدى نفعي للناس. أعطيت له واحد 10,000 جنيه مساعدة، ولا راجل ولا أثرت فيا ولا حتى خلتني أحس بإن أنا نفعت الناس ولا أي حاجة. مليونير كبير أوي، ومن حطالي 10,000 في 10 ولا يظلم يبقى 100,000، يبقى أنا ليه عندهم 100,000؟ لا، ال10,000 جنيه دي كانت كل ثروتي، دفعتها له برضه. أنا دافع 10,000 أهو، بدل ما يضرب في 10 يضرب في مليون في الثقل بتاعها، فيبقى 10 في 10,000 مليون في كذا، وبعدين ثقلها مليون. نعم. واخد بالك؟ انت عارف القطن والحديد، ده كيلو ده كيلو، بس ده هايش صحيح وده مركز وكده. ففي حاجات هتحصل من الراجل الملك اللي بيكتب لي على اليمين ده هو هيودي السجلات بتاعته، والملك بتاع الشمال هيودي. وبعدين انا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. يعني هنشوف الاعمال قدامنا، ده لفتة العين كده اعمال. نعم، سلام نهانا ان احنا نبص في كتاب اخيك من غير اذن. فانا رحت بس باصص كده، عايز اشوف هو الكتاب ده جاي له منين. فبرمي بصري كده على الامضه اللي تحت مثلا، يعني ممنوع. انت ارتكبت، هتلاقيها موجوده في سيئه. عملت كده ليه كده؟ فطبعا بقى الذنوب والحاجات هلاقيها كلها، هلاقيه كده، هلاقيه وكده هلاقيه. فبيجي بتاع السيئات بيحسب لي السيئه سيئه واحده لما اعملها، بس بيعمل حركه لمصلحتنا بامر الله. وورد في الحديث الصحيح انه بيتاخر 6 ساعات من الساعات بتاعتنا دي. بمعنى ما بيكتبهاش عليا لمده 6 ساعات، ويشوفني هتوب ولا لا. طب ممكن واحد بيعمل الذنب وبعده بيقول استغفر الله العظيم، خلاص مش هيكتبها. شوف الكرم، شوف الحلاوه، شوف الرعب اللي هو سألك عنه امبارح. لا بس انت افهم واعرف عن ربك، واعرف انك بتعامل رب كريم. اي واحد هيتوب الى الله من الذنب بتاعه قبل 6 ساعات الملك مش هيكتبها. وده ورد في الحديث الصحيح ومسجل ب6 ساعات، انه اذا عمل احدكم سيئة انتظر ملك السيئات 6 ساعات ثم يسجل عليه اذا لم يتب. وكان النبي عليه السلام بيرشدنا تملي في التعامل مع الذنوب ان احنا نسارع بالخيرات، نسارع بالحسنة لتمحو السيئة. وفسر المحو بكده: اروح اتوضى، اتصدق بحاجة، اصلي ركعتين بنية التوبة، انفع واحد اساعد واحد، وهكذا. والنبي بقى وسع جدا في الحاجات دي، لدرجة ان انت قال لما تلاقي واحد كبير في السن وعايز المقطف تشيله له على راسه نتعة كده، قال دي بتكفر الذنوب. سبحان الله. الصيام بيكفر الذنوب، الذكر بيكفر الذنوب، القرآن بيكفر الذنوب، الدعاء بيكفر الذنوب، الذكر حاجة حلوة خالص. تمام. فأنا هاجي أمام هذا الميزان، وهيحط في الكفة دي الحسنات بالمكتوب، وهيحط بثقله بقى اللي موجود، وده في السيئات كده. طيب لما حصل كده، واحد منها طاشت، يعني حد طبت واحدة علت واحدة علت كانت ثقيلة، تمام، والتانية كانت خفيفة.